طبعا خلال عام 2023 احنا بدأنا هذا العام من خلال تحديد وجهة العمل الأساسية للهيئة، وخاصة تطوير واقع عمل الهيئة على مستوى الشمال والشرق سوريا. كان الأهداف العريضة لهذا العام هو زيادة فاعلية هيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا على مستوى كافة الأنشطة الثقافية وعلى مستوى الآثار، من خلال على مستوى الثقافي من خلال ربط المثقفين بالهيئة. هدف المرحلة 2023 هو ربط المثقفين بالهيئة ولجان الثقافة في الإدارة الذاتية للشمال وشرق سوريا. أيضا على مستوى الآثار كان هناك العديد من الدراسات والأعمال اللي قامت فيها الهيئة، وخاصة بعد الزلزال اللي حدث آخر مرة، وأيضا نتيجة الحروب خلال الفترة الماضية كان في مجموعة من الانهيارات والاحتياجات التدخلات من قبل الهيئة لإعداد دراسات لترميم المواقع اللي تعرضت لانهيارات بسبب هذه الظروف. احنا الأعمال لدينا مجموعة من الأعمال الأساسية في الهيئة نقوم بها بشكل دوري، هي أنشطة ثقافية، منها رعاية مختلف النشاطات الثقافية، خاصة فرضا عندنا معرض الكتاب، معرض رئيسي ومهم جدا. أيضا عندنا السنة راح نقوم بمهرجان للشعر والقصة على مستوى الشمال شرق سوريا. نتطلع أنه يكون هذا المهرجان نوعي وعميق جدا. يعني هناك تم الإعلان عن سمبوزيوم ورشة رسم، بالإضافة لعرض لوحات نتاج الفنانين من هذه الورشة، راح يكون أيضا على مستوى عالي جدا. وإحنا نتطلع أنه الارتقاء بمستوى الفن على التشكيلي أو الفنون الأخرى. هناك رعاية لبعض الأعمال الفنية والغنائية أيضا بشمال شرق سوريا، اللي ترسل رسالة تآلف ووحدة بين أبناء المنطقة وتعزز الحياة الاجتماعية والتماسك المجتمع. هذه خلال 2023 راح ننفذها. هناك أيضا أعمال ترميمات تم التدخل فيها على مستوى فرضا قلعة نجم خلال العام الماضي. أيضا تم رفع لوحة فسيفساء داخل مدينة منبج من أحد المنازل، وتم تكريم هذا المواطن بتعاونه مع هيئة الثقافة بالإبلاغ عن اللوحة والمساعدة في رفع هذه اللوحة من أرض المنزل. هناك نشاطات مختلفة، أيضا أعمال مسرحية وأعمال ثقافية على مستوى اللجان الثقافية. هناك أيضا أعمال مسرحية وأعمال غنائية. نعمل في هيئة الثقافة على رفع سوية النشاطات المركزية. يعني النشاطات المركزية لدينا يعني فرضا احنا نجهز للسمبوزيوم بأعلى المعايير، على مستوى الفنانين المشاركين، على مستوى الشيء المقدم، على مستوى المشاركات حتى الخارجية والدولية معنا بهذا السمبوزيوم. أيضا نعمل على أنه يكون المهرجان القصة والشعر على أعلى المعايير أيضا، بحيث أنه يكون هذا المهرجان قبلة لكل الأدباء والشعراء وبكل لغات ولهجات المنطقة الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية. الحقيقة احنا تدخلنا بقلعة نجم، دخلنا أيضا بسور الرقة الأثري، رغم أن التدخل كان محدود لأنه تطورت معنا حالة الرطوبة اللي سببت انهيارات كبيرة في سور الرقة، فقمنا بإعداد دراسة متكاملة عن أسباب الرطوبة اللي أدت إلى انهيار أجزاء من القشرة الخارجية للسور. هذه الدراسة أصبحت جاهزة، وخلال الفترة القادمة راح نكون احنا جاهزين
البدء بترميم هذه الأجزاء المنهارة. والأعمالنا أنهينا الدراسات جاهزة بالنسبة لأسباب الرطوبة ومعالجتها والنتائج اللي صدرت عنها. حاليا في أيضا عندنا ترميم مستودعات هرقلة التي تحوي لوحات فسيفسائية، ومجموعة من اللوحات حاليا احنا بصدد ترميمها، وأيضا بصدد أرشفة هذه اللوحات وإعادة العناية فيها، وضعها بوضع جيد جدا. هناك صعوبات كثيرة يعني بالعمل نتيجة فرضا احتياج اللجان للتدخل المباشر من قبل زملائنا بالهيئة لعدم توفر فرضا بعض الخبرات، لعدم توفر، لكن احنا هذه الصعوبات راح نتجاوزها بالوقت يعني من خلال جدولة أعمالنا ومن خلال جدولة تدخلاتنا. هناك تعاون كبير من قبل بعض المنظمات العاملة بمجال الآثار لتحسين واقع الآثار في شمال شرق سوريا.